الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس، إن المسلمين يعيشون في فتن مدلهمة تموج بهم موج البحار، وإن الله تعالى قد رحم هذه الأمة بالعلماء الأخيار الذين هم ورثة الأنبياء عليهم السلام، فلا يخلو زمان منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. رواه أحمد وسنده حسن. ورحم هذه الأمة ببقاء كلامه عز وجل فيهم، وإن الله تعالى قد أخذ الميثاق على أهل العلم بالبيان، فقال عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة ثلاثا. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. فيجب على أهل العلم البيان والتعليم، وعلى العامة رد الأمور إلى أهلها، كما قال عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. المسؤولون هم الراسخون في العلم الذين يستنبطون من الكتاب والسنة. قال تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وإذا بين العلم بدلائله من الكتاب والسنة والإجماع وما كان عليه سلف هذه الأمة وجب الرضا والتسليم وتعظيم هذه الأصول. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. وقال سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا. عباد الله، أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من تشرف لها تستشرفه، ومن وجد فيها ملجأ فليعذ به. وقال صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواها. رواه أبو داود بسند صحيح. عباد الله، ألا وإن من أعظم الفتن في هذه الأزمان هذه المظاهرات والثورات التي جلبت للأمة الويلات والشر العظيم، وإنها من الفتن التي لا يراها إلا العلماء،
فإن الفتن إذا أقبلت رآها العلماء، وإذا أدبرت رآها الناس كلهم، ولا ينفع حينئذ بعد أن طحنت الناس بأضراسها وداست عليهم بأظلافها. وهذه المظاهرات والثورات باب سوء وشر عظيم لم يعرفها المسلمون، بل هي مستوردة من قبل الكفار، وهذا معلوم أنها لم تكن في المسلمين قبل هذا العصر، وهي في بلاد الكفار مستحدثة أيضا، واستحداثها في بلادهم مصاحب لظهور الديمقراطية، فهي فرع من فروعها، وتعد تحقيقا لشعاري الحرية والمساواة. ومعلوم أن الدعوة إلى الحرية والمساواة بالمفهوم عند الكفار دعوة إلحادية، فالمظاهرات وسيلة ديمقراطية، ولهذا لا تفرق بين مسلم وكافر، وملحد وموحد، ورجال ونساء. قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. تفكروا أيها الناس، وانظروا لما يحصل في هذه المظاهرات من إفساد للأموال والممتلكات، واعتداء على الناس، وقطع للسبل، واختلال للأمن، ونهب وسلب وقتل للنفس. وفي الصحيح قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وقال أيضا: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. متفق عليه. أما الانتحار فمن كبائر الذنوب، قال صلى الله عليه وسلم: ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. متفق عليه. ناهيك عما يكون فيها من الاختلاط وخروج النساء متبرجات في وسط هذه الحشود بلا وازع من دين ولا رادع من حياء. والله عز وجل يقول: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وهذه المظاهرات ليست من شريعتنا، والله تعالى يقول لخليله محمد صلى الله عليه وسلم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمون، هذه الأحداث التي تجري في بعض البلاد الإسلامية لا يفرح بها مسلم عاقل، فلا يجوز تأييدها، والحاصل منها عدم الاستقرار وعدم الأمن والقتل. ولا شك أن الأعداء لهم اليد الطولى في مثل هذه الأحداث، بل كلما سكنت حرضوا عليها وأشعلوها. ولن يحصد المستضعفون من هذه الثورات إلا الفساد والشر العظيم. واعلموا أن المظاهرات تنقسم إلى قسمين: القسم الأول المظاهرات التي يراد منها أمور شرعية دينية. القسم الثاني المظاهرات التي يراد منها أمور دنيوية، وهذه نوعان: النوع الأول المظاهرات لإسقاط حاكم لدافع دنيوي لا ديني. النوع الثاني
المظاهرات لتحصيل ما سوى ذلك من أمور الدنيا. أما القسم الأول المظاهرات التي يراد من ورائها تحقيق أمور شرعية دينية، فهذه بدعة في الدين لأنها محدثة، والقاعدة الشرعية النبوية تقول أن كل بدعة ضلالة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما القسم الثاني المظاهرات لتحصيل ما سوى ذلك من أمور الدنيا، فهي محرمة لأوجه كثيرة، منها الوجه الأول أن المظاهرات ولو كانت سلمية خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصبر على جور الحكام الذين اغتصبوا الحقوق، كما أخرج الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستكون أثرة، أي حكام يؤثرون أنفسهم عليكم في أخذ حطام الدنيا، وأمور تنكرونها، أي حكام عندهم معاصي شرعية. قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وفي الصحيحين عن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستلقون بعدي أسرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فنحن مأمورون بالصبر لا بالمظاهرات والثورات للضغط على الحكام، وقد أمر أئمة السنة بالصبر وقالوا: حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. الوجه الثاني أن فيها فتح باب شر بتحكيم الشعوب، فكلما أراد الشعب أمورا تظاهروا للمطالبة به، فإذا أراد أهل الشهوات أمرا من أمور الشهوات المحرمة تظاهروا للمطالبة به فاستجيب لهم، وإذا أراد العلمانيون أمرا تظاهروا للمطالبة به فاستجيب لهم، وهكذا. ومن المعلوم أن أهل الاستقامة والديانة أقل من غيرهم بكثير في المجتمعات الإسلامية. قال تعالى: فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. الوجه الثالث أن أكثر المظاهرات إن لم يكن كلها متضمنة على اختلاط الرجال بالنساء، الاختلاط المحرم، وما خالف ذلك فهو قليل لا حكم له، والواقع المشاهد خير برهان. الوجه الرابع أن جور الحكام بسبب ذنوب المحكومين، والذنوب لا ترفع إلا بالتوبة والاستكانة إلى الله لا بالمظاهرات. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. قال شيخ الإسلام: وكان الحسن البصري يقول: إن الحجاج عذاب الله، فلا تدفعوا عذاب الله بأيديكم، ولكن عليكم بالاستكانة والتضرع، فإن الله تعالى يقول: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. وكان طلق بن حبيب يقول: اتقوا الفتنة بالتقوى. هذه الأوجه الأربع في المظاهرات التي يقال إنها سلمية. أما غير السلمية ففيها مفاسد أكثر من ذلك، منها سفك الدماء، وهي من أعظم الجرائم بعد الشرك بالله تعالى، ومنها اختلال الأمن، وهذا من أعظم البلايا والمصائب، فإنه لا طعم للحياة مع الخوف، وقد امتن الله على قريش بالأمن فقال تعالى: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ومنها فسح المجال لتدخل الدول الأجنبية الكافرة، ومنها فتح المجال للمفسدين في الأرض من عصابات كالسراق ونحوهم، وعصابات المنتهكين للأعراض، وغيرها من الفتن التي لا أول لها ولا آخر، وتأتي على الأخضر واليابس. عباد الله، إن المتأمل لما يحدث من جراء هذه المظاهرات ليدرك بوضوح مخالفتها للشرع، وكونها دائرة بين التشبه بالكفار وبين البدعة والإحداث في الدين. وكفى والله بهذا مفسدة
تمنع المسلم من ارتكاب هذا الأمر المشين. أيها المسلمون، الثبات في زمن الزوابع والمتغيرات والفتن والتقلبات، فلا رسوخ لقدم ولا بقاء لمجد ولا دوام لعز إلا بالتمسك الصادق بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس غير الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة حصنا من المخاطر وحرزا من المعاثر وجلاء عند الشبهة وأنسا عند الوحشة وضياء عند الظلمة. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين في الآخرة والأولى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.